السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. أثارت المؤثرة المغربية نوال موجة جدل واسع من بعد تصريحات جريئة انتقدت من خلالها مجموعة من الوجوه المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ندى حسي، خولة كوين ونوفل بن موسى. نوال قالت في مقطع فيديو إن بعض المؤثرين تجاوزوا الحدود في المحتوى الذي يقدمونه، واعتبرت أن ما يقع من المنصات الاجتماعية لا يمثل القيم الحقيقية للمجتمع المغربي، وأكدت أن السكوت على مثل هذه التصرفات لم يعد مقبولا، مشيرة إلى أن الوضع أصبح يتطلب تدخلا حازما من الجهات المعنية. تصريحات نوال جاءت كرد فعل على فيديوهات وخرجات مثيرة للجدل انتشرت مؤخرا على نطاق واسع وتعرض أصحابها لانتقادات كبيرة من طرف المتابعين. العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن تأييدهم من موقف نوال، في حين اعتبر آخرون أن حرية التعبير يجب أن تحترم ما دامت لا تخرق القانون. القضية لا تزال مفتوحة وقد تعرف تطورات خلال الأيام المقبلة، خصوصا في ظل التوجه نحو تقنيي المحتوى الرقمي بالمغرب.